ازيكم؟ النهارده ميعادنا مع تالت حلقه من برنامج مفيد ولذيذ اللي بيقدم اكل صحي لكل افراد الاسره. اتمنى ان انتم تكونوا جربتوا وصفه الحلقه اللي فاتت اللي كانت فيها كيكه الشوفان بالشوكولاته وتكون عجبتكم. والمره دي هيبقى وصفتنا مع الفراخ المشويه وسلطه المكرونه. هنبتدي بالفراخ المشويه عشان هتاخد وقت، والوقت دوت هنكون بنسلق كوبايه مكرونه، وبعد كده هنخش في سلطه المكرونه. مقادير الفراخ المشويه هتبقى طعمها زي اللي احنا جايبينها من بره وجاهزه بالظبط. هنجيب فراخ متقطعه بالكميه اللي احنا عايزينها. انا هنا عامله صدرين فراخ. التوابل بتاعه الفراخ المشويه عندي ملح، توم بودره، بصل بودره، كمون، جنزبيل، فلفل. تقريبا من كل حاجه معلقه كبيره كاتشب. الكاتشب ده بيدي طعم مسكر حلو خالص في الفراخ، وفي نفس الوقت بيخليها لونها محمر. ممكن تحطي مكانه صلصه عاديه بس انا بفضل الكاتشب. هنبتدي الاول الفراخ اهم حاجه فيها ان انت تكوني مخرماها. فانا عندي الخرامه بتاعت اللحمه دي. لو ما عندكيش الخرامه انت ممكن تستخدمي السكينه او الشوكه وتعملي تفتحي كده في الصدر من حتت مختلفه. غير ان التخريم ده بيخليها تستوي بسرعه، كمان بيخليها تاخد طعم التوابل في وقت اسرع. بس خلاص خرمتها، هحطها في الطبق هنا. هحط كل التوابل بتاعتي واحط الكاتشب. اخلطهم كويس بحيث ان التوابل تدخل في كل حته في الفراخ اللي انا عاملاها. طبعا يا ريت لو احنا عملنا التتبيله دي قبل ما نسوي الفراخ بساعه، هتبقى طعمها حلو خالص. اتاكد ان انا برضو دخلت التوابل تحت الجلد في الشقوق اللي انا عملتها، تبلتها كويس. هجيب الصينيه اللي هعينها فيها. الصينيه احط فيها الفراخ، هحط شويه ميه صغيرين خالص، يعني معلقه الميه، وهغطيها بالكويس وادخلها فرن حامي. وصفه سريعه قوي وسهله، وهتلاقيها طعم الفراخ المشويه من بره بالظبط. في نفس الوقت طبعا ما ننساش ان هي هتبقى وصفه صحيه. ندخلها الفرن. ادخلها الفرن يكون حامي، مش هتاخد تلت ساعه نص ساعه، اهم حاجه الفرن يبقى حامي. ودلوقتي هنبتدي بسلطه المكرونه. احنا سايبين الفراخ في الفرن، هنسيبها بتاع نص ساعه كده تقريبا. هنكون محضرين المقلايه اللي هنطبخ فيها. المكونات حسب الكميه اللي انت عايزاها. مبدئيا لو وجبه هتبقى النفرين هنعمل كوبايتين مكرونه، كوبايه مشروم معلب او طازه، ولو حابه طازه بس انا ملقتش طازه فجبت المعلب، كوبايه بروكلي، نص كوبايه جزر، كام فص ثوم، معلقتين كبار صويا صوص. ممكن اي خضار تاني ممكن تحطوه لو عندكم فاصوليا خضراء وبتحبوها، بسله. بس مبدئيا التكوينه دي على بعضها بيبقى طعمها ظريف قوي. هنبتدي نولع البوتاجاز. طبعا نحط معلقتين يا دوب زيت، نحط الثوم،
هنديله تقليبه كده الزيت اللي احنا حطيناه، هننزل عليه بكوبايه البصل. وبعدين نحط البروكلي. ممكن في الوقت ده بقى نحط التوابل اللي احنا عايزينها. مبدئيا هنحط شويه ملح وفلفل وكمون، ممكن نزود ورق نعناع، ريحان، زعتر، او ممكن ما نحطوش خالص، بس اهم حاجه نحط الملح والفلفل والكمون. انا بحب استخدم الكمون الصحيح، واحط شويه كمون. نقلب، هنلاقي الخضار بدأ يكبر. نحط المشروم اللي معانا. لو احنا جايبين مشروم طازه هنزوده بدري شويه او هنحطه على النار بدري شويه، انما لو جايبينه معلب ما بياخدش وقت. لما الخضار يقرب يستوي هنحط عليه المكرونه. نحط الصوص، نقلب كده. ونغطيها تقريبا 10 دقايق. نوطي عليها عشان ما تتحرقش او ما تتلطعش. سيبها تقريبا 10 دقايق. 10 دقايق تقريبا المكرونه خلصت ومستويه. نحطها في الطبق بالشكل ده. بعدين نحط جنبها الفراخ، وبالهنا والشفا.